الله يعين أهلك عليك. إذا تقاعدت طف اللمبات، طف المكيفات، وكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة. من أين أتتنا هذه الثقافة؟ يجب أن نقف وقفة حازمة مع هذا الشيء. من يطفيها؟ يطفيها الرجل اللي يقولون له متقاعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المتقاعدين وأن يبارك فيهم، وأقول لهم شدوا حيلكم ولا تخلوا اللمبة مولعة ما لها لزوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، الله يحييكم، الله يبارك فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم وأن يقضي ديونكم وأن يقضي ديونكم وأن يشفي مريضكم وأن يشرح خواطركم وجميع المسلمين. اليوم بتكلم في موضوع أنا حقيقة ما أدري وين أتتنا هذه الثقافة، وين جتنا منها. موضوع المتقاعدين. عندما يتكلم اثنين وعندهم واحد من زملائهم على وشك التقاعد، يقولوا له الله يعين أهلك عليك. إذا تقاعدت طف اللمبات، طف المكيفات، اقصروا للماء. هل هذه ثقافة المتقاعدين؟ أنا أسأل المتابعين وأسأل المشاهدين، من وين جتنا هذه؟ هل اللمبة اللي ما لها لزوم مولعة عندما نطفيها عيب علينا؟ المكيف اللي يشتغل من غير ما فائدة طفيناه هل يعاب علينا هذا؟ الماء اللي يصب بغزارة أو ينقط ونجوده هل في ذلك عيب؟ وكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة. من أين أتتنا هذه الثقافة؟ أنا أرى المتقاعدين وأرى الذين يقومون في هذا العمل ويتابعون بيوتهم ويتابعون الإضاءة والتكييف والماء، هذا من الرشد ومن تمام العقل. حتى لو الكهرباء بلاش، حتى لو ما يأتينا فاتورة الشهرية، كون أن المكيف يشتغل في مكان ليس فيه أحد ما يجوز شرعا، وكون أن اللمبة مولعة طول النهار ما يجوز حتى وإن كان بلاش. فلذلك يجب أن نقف وقفة حازمة مع هذا الشيء. وأيضا أهل البيت الله يوفقنا وإياهم يولعون اللمبات ولكن ما يطفونها. في الليل لجل الليل شغلوا لمبات السور، لمبات الصالة، لمبات، ولكن يصبح الصبح يمرونها كأنها لم تكن. من يطفيها؟ يطفيها صاحب البيت، يطفيها الرجل اللي يقولون له متقاعد، وكأنهم يصمونه في البخل. وأقول لهم شدوا حيلكم ولا تخلوا اللمبة مولعة ما لها لزوم، ولا مكيف مولع شغال ما له لزوم، ولا ماء يصب ما له لزوم. بعدين أنا أخاطب الأولاد وأخاطب الأهل، ترى المكيف أنت تطفيه في زر وتشغله في زر. لو طلعت من الغرفة لو ترجع لها بعد ساعة، ترجع لها بعد ساعتين، طف المكيف، طف اللمبات، وإذا رجعت شغلها. ترى ما هو بهندل تشغله ويتعبك، لا، في زر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وأقول للمعلمين ربوا أبنائكم، ربوا تلاميذكم على هذا الشيء، كونوا قدوة لهم في إطفاء لمبات الصف، مكيف الصف. عندما تخرجون للفسحة مثلا تأخذون 20 دقيقة برا، طف المكيف، يا فلان طف المكيف، يا فلان طف اللمبات. عودوهم، نريدها تكون ثقافة. وأيضا المعلمات تربي تلميذاتها على هذا الشيء، والوالد والوالدة حتى الأم تربي أبنائها على هذا الشيء. هذا إرشاد وترشيد، هذا تمام عقل.
ليس بخلا، الله يجزاكم خير، فأسأل الله لنا ولكم السداد. بعدين الموية التي تذهب في الأرض ترى ما تعوض. عندما نتوضأ تجد بعض الشباب حتى كبار سن رجال ونساء عندما يتوضأ تجد يفتح البزبوز أعلى شيء ويتوضأ ويسولف مع اللي جنبه وهو يغسل والماء يصب. ما يجوز يا جماعة. حافظوا على الماء، حافظوا على الكهرب، حافظوا على هذه الطاقة، فأنتم ستسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. يا جماعة المتقاعدين ليسوا بخلاء، المتقاعدين راشدين، فيبغون الجماعة كلهم راشدين مثلهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأرجو يعني أن أسمع ممن يعني يريد عن هذا بخصوص هذا الموضوع. هل المتقاعدين فعلا مزعجين؟ هل المتقاعدين فعلا يطفون المكيفات على أهلهم وهم جالسين، أو أنهم فقط يطفئون الذي ما يستفاد منه؟ يعني غرفة فاضية ما في أحد يطفي مكيفها، غرفة فاضية ما في أحد يطفي لمبتها. أريد تعليقكم على ما ذكرت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.